في الحلقة دي عزيزي المشاهد انت اخويا مش مجرد حد بيتفرج. حلقة بعنوان اخرج بس مش من البيت، مش من علاقة برضه. اخرج من الوجع اللي انت فيه. اول حاجة انت مش موجوع عشان الشخص مشي، انت موجوع لان جزء منك كان عايش جواه. لما الشخص ده مشي انت اختفيت. انت فاكر ان الوجع ده معناه انك بتحب، صدقني لا، الوجع ده معناه انك كنت متعلق، والتعلق مش فطرة نقية. التعلق خوف انك تواجه الفراغ، خوف انك ترجع لوحدك، خوف انك تكتشف انك كنت ضعيف اكتر مما كنت انت فاكر. خليني اقولها لك من غير رحمة، لو الانسان ده كان لسه موجود وكان بيهينك، بيكسر كرامتك، بيستنزفك، كنت هتكمل؟ اجابتك دلوقتي قدامي لا عزيزي المشاهد، بس هي في الحقيقة ايوه، لانك كنت متعود مش لانك بتحب. اقول لك على حاجة عزيزي المشاهد، لو انت المستهدف في الحلقة دي طالع من علاقة وقلبك مشوه وموجوع جدا وعمال حاطط في بالك الشخص ده بيمشي ازاي، بيعمل ايه، عايش على ايه، مع انه مبقاش ملكك، وعايز تنتقم باي شكل، عارف يعني ايه انتقام حقيقي؟ مش انك تشوفه مكسور او بيتلسع في النار او انه بيشوه بمية نار او بيتقطع دراعه او رقبته. مش شرط تشوفه او تشوفها ندمانة. الانتقام الحقيقي انك تخرج من الدايرة دي، اخرج من الدايرة اللي كانوا الناس اللي وجعوك كلهم مركزها، انك تبقى انسان مش محتاج ذكراها عشان يحس بوجوده. فطرة الانسان مش انه يتعلق، فطرته انه يتكيف. الطفل لما يقع بيقوم، مش بيقعد يعبد الارض اللي وقعته. انت اتعلمت تحب لكن نسيت تتعلم ازاي تسيب. رسالتي اذا كنت راجل او ست، مطلق او متطلقة، السنين اللي فاتت مش ملكك ولا ملكه، اللي فاضل من عمركم هو الاختيار الحقيقي. هتفضل او هتفضلي سجينة ذكرى ولا هتطلع كإنسان؟ كلمة أخيرة اسمعني كويس، مش لازم تنسى لكن لازم تفك القبضة دي. مش لازم تمسح الماضي لكن لازم تمنعه يتحكم فيك. الخروج مش إحساس، الخروج قرار إنك تبطل تراجع الصور، تبطل تعيش في سيناريوهات، تبطل تحاكم نفسك، تبطل تسأل عنه أو عنها. السؤال الصح هو هعمل ايه بنفسي دلوقتي، مش هي بتعمل ايه دلوقتي او هو بيعمل ايه دلوقتي. مش بتاعتك. الشخص اللي مشي اخد دوره وانتهى، لكن انت لسه عندك حياة، لسه عندك حياة مستنية انك تدخلها من غير قيود. اخرج. انا مسمي الحلقة اخرج عشان تفهم عزيزي المشاهد. اخرج قبل ما العمر يخلص وانت واقف جوه ذكرى.